اقوى الموتوسيكلات اللي انت ممكن تمتلكها وتسافر كمان بيها. وعايز اقول لكم الموتوسيكل ده رغم اعتراضي شويه على اس واي ام شويه في الاسعار، بس الموتوسيكل ده حقق نجاح عالي جدا في السوق المصري. ان اتش ده 180 سي سي. عايز اقول لكم اداؤه عالي جدا على الطريق، حاجه كده تحسها ان هي ادفنشر عامله شبه الدي ال اكس بتاع بنيلي بس على انضف واحسن. تمام كده. البايك ده لما بيتركب له 3 بوكسات بيبقى شكله مختلف تماما عن الشكل اللي انتم شايفينه. كاداء وقوه موتور عاليه جدا جدا من شركه اس واي ام. انا اعتقد ان شركه اس واي ام لما دخلت في الموتوسيكلات وعملت لنا الان اتش 180 سي سي كان من اقوى الموتوسيكلات اللي نزلت في الفئه السعريه دي وفي فئه سي سي ده. احنا هنا في معرض ايزي بايكر، هسيب لكم ارقام التليفونات واللينك تحت الديسكربشن، تقدروا تتواصلوا مع المعرض بكل سهوله وبساطه. مميزات سريعا: العداد بتاعه ديجيتال، العداد الاماميه والخلفيه سلك، ودي من الجنوط النوادر. وعايز اقول لكم بتبقى مرنه جدا على الطرق المكسره، فبتبقى افضل من الجنوط المعدن عشان ما تتكسرش. عشان كده هو ممهد ان هو يخش الطرق المدغدغه والمكسره. وعمليا احنا طلعنا بيه قبل كده رايد لحد سيوه، وعايز اقول لكم كان مأدي جدا جدا على الطريق. سرعه توب سبيد من 130 ل 140، طبعا مع العوامل الجويه والارض والهواء الحاجات دي كلها بتعتمد على ده في اداء السرعه او التوب سبيد بتاعه هيجيب لحد كام. تمام. لكن هو في الافرج من 130 ل 140 سي سي. بالنسبه للمحرك هنا، المحرك ده انجكشن. بالنسبة للمحرك هنا نظام حقن وقود انجكشن، والتبريد بتاعه مية و180 سي سي. ولو ركزنا هنا هنلاقي ان كل التفاصيل بتاعة المحرك او البايك ظاهرة. ده مش عيب، في ناس ممكن تفكر ان ده عيب، بس هو البايك ده معمول للطرق وللسفر. ليه هما بيعملوا حاجة زي دي؟ عشان يسهلوا عليك السيرفيس. لا قدر الله لو انت على اي طريق وعطلت، هيبقى كل حاجة ظاهرة قدامك وتقدر ان انت تصينها بكل سهولة وبساطة. ودي كده كانت معلومة على السريع زي كده. زي ما انتم شايفين علبة المية ظاهرة قدامك اهي بكل سهولة وبساطة، تقدر تزود المية بتاعتك. وتوضيحا للفكرة هتلاقي هنا بصوا في براكت من الجهة السفلية عشان يحافظ اكتر من اي صدمات هتخبط الموتوسيكل من تحت. وبالذات الادفنشر بتلاقي البايك عالي عن الارض، عشان كده بيكون من الصعب جدا ان انت تخبط في البايك من تحت او لا قدر الله حاجة تحصل فيه من تحت يعني. اما بالنسبه للهورس باور، الهورس باور في المحرك اللي هو ال 180 سي سي هو اوريدي 183 سي سي بالظبط. الهورس باور بتاعه 18.5 هورس باور. اما بالنسبه للجهه السفليه عندك دبوس جانبي، سندة النص، عندك عصايه الغيارات 5 غيار. الماتيريال كويس جدا جدا. ولو جينا بصينا من جنب الموتوسيكل هتلاقي اس واي ام ان اتش تي 180، والجنب كبير جدا. وعايز اقول لكم الكرسي كبير قوي عشان بيساعدك وانت مسافر ان انت تبقى قاعد باريحيه. ولو جينا بصينا على الديل من الجنب هتلاقي ان في فتحه المفتاح، المكان ده عشان تقدر تفتح بيه الكرسي من غير بقى موضوع المفكات والمسامير والحاجات دي، فبيبقى الموضوع سهل جدا لما تحب تشيل الكرسي. الفردة الخلفية 130 80 17 زي ما اتفقنا. الجنوط سلك، ودي حاجة كويسة جدا عشان بتستحمل اكتر على الطرق المكسرة. اما بالنسبة للمساعد الخلفي، مساعد واحد رياضي وجايلك بزاوية ميل كده، بيساعد اكتر على الميكانيزم بتاعك وانت بتاخد مناوراتك وبتحود، يبقى كويس جدا. الكرسي هنا بقى بيجيلك في البايك ده كبير جدا ما شاء الله، عشان هو زي ما اتفقنا هو بتاع الطرق الطويله وكمان مريح. وكمان للراكب الخلفي نفس القصه، المساحه الخلفيه برضو كبيره جدا. زي ما انتم شايفين الريداتير هنا كبير جدا، وحاولت ان انا اعمل زوم على قد ما اقدر عشان اوريكم قد ايه حجمه. ودي طبعا حاجه كويسه ان يكون البايك تبريده تبريد ميه، دي حاجه كويسه جدا. زي ما انتم شايفين المساحه بتاعت الريداتير كبيره جدا، واخده عرض الموتوسيكل اعتقد يمكن اكتر شويه. فتحه الاكزوست من اكتر الحاجات المهم ان انت لازم تعرف هم عاملينها ليه بالارتفاع ده، عشان لو لا قدر الله انت وقعت في ميه، الميه ما تدخلش جوه الاكزوست، عشان كده بتكون اعلى نقطه في البايك من تحت. بالنسبه للفرامل الخلفيه زي ما انتم شايفين ده جهاز الفرامل قدامكم، والجانت زي ما اتفقنا هو سلك، ودي حاجه كويسه جدا. وبالنسبه للفرده الخلفيه 130 80 17، وقابله كمان ان انت تكبرها، ودي حاجه كويسه. الشكل الخلفي بتاع الديل زي ما انتم شايفين اضاءات في الكامل LED، والمكان اللي انت بتعلق عليه النمر شكله مقبول جدا ورياضي جدا. اكتر حاجه عجبتني في البايك الخامات والكواليتي، صدقوني يا جماعه بتفرق. ده المكان اللي بيسند على رجله الراكب الخلفي، وصدقوني المعدن قوي جدا ما شاء الله، حاجه كويسه جدا. العداد نازل في البايك ديجيتال في الكامل، وعامل لك كمان يو اس بي مودم. في يو اس بي مودم طبعا دي حاجه كويسه عشان لما تيجي تسافر وتحتاج ان انت تشحن، ومحطوط في زاويه حلوه جدا، لان اليو اس بي مودم اللي بيتعلق في الجادون ما بيبقاش عملي زي هنا.
تمام. بالنسبه للتانك بتاعه، التانك بتاعه زي ما انتم شايفين مكربن كده شكله حلو قوي ما شاء الله. هو مش صغير قوي وبرده مش كبير قوي، هو 11 لتر بس. 11 لتر انت بتتكلمني على 180 سي سي، مش هيحرق معاك كتير غير البايكات الثانيه اليابانيه. بالنسبه بقى الركوبه بتاعت ال اتش، عايز اقول لكم عالي عن الارض، انا 175. عايز اقول لكم بصوا رجلي تكاد تكون مش كامله على الارض، والقعده بتاعتك بتبقى بالوضعيه دي، ظهرك قائم ولا انت نازل تحت ولا انت راجع لورا. عشان كده بيكون من احسن البايكات اللي انت تسافر بيه وتبقى انت مستريح قاعد شايف عدتك كويس، وعامل لك سكرينه صغيره. في تعديل بقى بيعملوه، بيعمل لك السكرينه دي كبيره طويله كده، بس دي بتبقى عموله، بيبقى شكلها شيك جدا على الموتوسيكل. وكنت اتمنى ان اس واي ام يابديتها بالشكل ده عشان هو ينفع ان انت تطلع بيه القاهره. بايك ده ينفع تشتغل بيه، ينفع تسافر بيه، بس بادجت سعره عالي شويه. هو عمر دلوقتي كان بيكلمني ان السكرينه لو ركبت مثلا سكرينه الجيت 14 زي ما هو قال بتبقى كبيره، فهنا ضرب الهواء، التصادم مع الهواء هيقلل العزم بتاع البايك ده حقيقي. بس احنا بنتكلم في المسافات الطويله، انا ما ببقاش جايب اخر الموتوسيكل، بس السكرينه بتحمي صدري ووشي من الهواء. الطول او الارتفاع دي بقى بتاعتك، يعني كانت الجيت 14 اعتقد ان هي بتبقى واصله لك للجزئيه دي، فعلى مسافات طويله لو انت طالع القاهره الهواء ده كله السكرينه البسيطه دي بتحميها، لكن السكرينه الصغيره اللي هم عاملينها دي تعتبر حليه مش اكتر. بالنسبه بقى سعر البايك الان اتش اللي هو من شركه اس واي ام، عامل في معرض ايزي بايكر وقت تصوير الفيديو 113. يا عالم بقى وقت ما انت هتيجي يا يبقى اعلى يا يبقى اقل، لان النهارده انتوا عارفين السوق طالع نازل. والبايك ده موديل 2021 لان لحد النهارده ما نزلش منه الجنريشن موديل 2024. وعايز اقول لكم البايك ده جديد مش يوزد اصلا، فانتوا متخيلين ان انا هجيب حاجه بالكواليتي دي وبالجوده دي حتى لو هي 21 ولسه براند نيو جديده زيرو. ده كده كان ريفيو سريع عن الان اتش من شركه اس واي ام. اتمنى ان انا اكون افدتكم حتى لو 1%. لو عندكم اي استفسارات طبعا في الكومنتات تحت. وعايز اقول لكم لو انت بتسالني البايك ده كويس ولا وحش، انا من وجهه نظري حتى وانا في المعرض لو البايك ده وحش كنت هقول لك ان هو وحش، بس البايك ده فعلا انا شفته مع ناس كتير اداؤه عالي جدا. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.